مساء الخير، أهلا وسهلا بيكم في برنامج كل يوم أكلة. معاكم لمدة 30 يوم في شهر رمضان الكريم علشان نتكلم على كل الأكلات المشهورة بيها المحافظات ونعرف أصل الأكلة. بس قبل ما نبدأ ما تنساش الاشتراك ولايك للفيديو، مش هتخسر حاجة. ونورتنا مقدما. وأكلتنا النهاردة هي الزلابية أو لقمة القاضي، اللي مشهور بيها معظم أنحاء الجمهورية وبالأخص محافظة اسكندرية، اللي أصولها مش مصري ولكن أصولها يوناني. في ناس بتقول إن هي من العراق. هي ليها قصتين. القصة الأولى بتقول إن هي كانت القضاء اللي في العراق بياكلوها لأن هما كانوا بيقعدوا يشتغلوا فترات طويلة جدا، فكانوا محتاجين حاجات بسيطة ياكلوها علشان يقدروا يكملوا شغل. والقصة التانية بتقول إن هي حلوى شعبية من اليونان، واليونانيين لما كانوا عايشين في مصر وبالأخص في منطقة الإسكندرية كانوا بيعملوها في محل بسيط جدا، وكانت بتتاكل بالقرفة والآيس كريم. ولحد دلوقتي هي بتتاكل في اليونان. فالمصريين عرفتها وحبتها فحطت عليها الطابع بتاعها. في ناس بقت بتعملها بالعسل، وناس بتعملها بالسكر المطحون، وناس بتحط عليها فستق ومكسرات.